عماله اقول النهارده فرح كروان، ربنا يتمم له بخير يا رب. هو ياسمين تقريبا، ياسمين خطفته مني خطفتك مني يا حبة عيني. بس فسلامة رجلك حبيب قلبي، والله والله تعبانه رجلي وجعاني، وتر اكيليس ده، وبروح اعمل موجات تصادميه، بس لازم احط تلج على رجلي طول ما انا قاعده كده. بس ده نورك يا قلبي، ميرسي، ثانك يو خالص. انتوا اللي عسل والله. انا عايزاكم التكبيس بقى، يلا يا جماعه شدوا تكبيس عشان هنتكلم في حاجات مهمه النهارده. يلا شدوا تكبيس، كبسوا عيوني، ميرسي. يلا انا عايزه اجيب لمبه هنا، لازم اجيب لمبه هنا عشان تبقى تعمل ريفليكشن، ولازم اجيب صوره هنا وصوره هنا كده. ما نلم بقى فلوس التيك توك بقى، نجيب ستاير بقى. وكويس ان انا جبت كرسي، شايفين الكرسي جامد ازاي، حلو قوي كده كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا لهوي كل الشات بتسالوا مش رايحه فرح كروان ولا؟ حرام عليكم، حرام عليكم. عايزه ازازه ميه ميه من الفلتر مش من التلاجة عشان الجو ساقع. هروح فرح كرم، مش رايحه يا جماعه فرح كرم، انا قاعده معاك اهو. سلمى سامي هاي. يلا يا جماعه شدوا تكبيس، وعشان نتكلم النهارده كان الحكم بتاع مداهم واوشا، مداهم واوشا واوتاكا وهدير عبد الرازق. هنتكلم برضو بالتفصيل عنهم كلهم، عشان انتوا انا عارفه ان انتوا بتحبوا ان انا اتكلم عن الحاجات القانونيه. شكلي حلو، ربنا يخليك، الحجاب هو اللي حلاني. طب نتكلم الاول بعدين نشوف موضوع اللايفات الجوالات ده. انا محاميه؟ لا انا مش محاميه، انا خبره انا مش محاميه، انا خبره. هيا طارق، تامر، تيم مش عارفه بقى الاسم. علي، اسم علي حلو، صح، الله يرحمه خالي علي. يلا يا جماعه انا عايزاكم تكبسوا لو سمحتوا، شيروا اللايف علشان انا سما، لا انا اي شدوا تكبيس لو سمحتوا. هو الاي اي يا جماعه ما بيلونش العين، هو الاي اي بيلون العين، ممكن يلون العين في الصور، لكن هو بيلون العين في الفيديو. الاي بيلون العين في خبره في سويسرا، الله ينور عليك، عسل ايوه فعلا خبره في سويسرا. ميرسي. علي هتقعد تبعت ورد؟ ايه انا عايزه اوطي البتاعه دي شويه، حاسه انها عاليه صح، او كده مثلا ممكن، لسه بنجر كده يعني شويه او كده يعني، معقول يعني. انا مالي عرضت ليه كده، بقيت عريضه ليه كده، عرضيت يعني. لا ما تقوليش، قول على طول. يلا يا جماعه لو سمحتوا شدوا التكبيس عشان احنا 1000 بس، احنا عايزين نبقى 3 و4 و5 زي اول امبارح كده. يا وجعي الوجع ده نفسي طاطا. جيب لي ميه يلا شيروا عشان هنبدا نتكلم بقى عن اوتاكا وهدير واوشا. كان لهم محاكمات النهارده، ومداهم خد 3 سنين. عايزه اشرب. عندي ضيوف مش عايزين يجيبوا لي اشرب من الفلتر، مش من التلاجة. انا اللي بتكلم. ماشي، من الفلتر مش من التلاجة. ماشي، بفيدك بقى يا اختي. ما رحتش فرح كروان ليه؟ ما انا قلت لكم يا جماعه، انا قلت لكم ما رحتش فرح كروان ليه؟ انا تعبانه، رجلي وجعانه، انتوا بتكلموني وحاطه التلج على رجليا اهو. لا يا تيم علي، وفي علي تيم علي. احنا عايزين دعم، ابيج بروسيس
يلا عشان هنبدا نتكلم دلوقتي. ماشي نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي كده الاول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يلا صلوا على النبي. عايزه اشوف صلوا على النبي. وهدير حاضر عيني عيني. وهدير وأتاك حاضر. وأوشا وأوشا وأتير. هدير وأتاك وأوشا. وهدير وأتاك في جلسه واحده، وأوشا في جلسه، ومداهم. اوكي يلا. ميرسي عليه الصلاه والسلام. ادعوا الكروان كده يا جماعه في ساعه من الليله مفترجه كده، ربنا يكرمه ويسعده ويفرحه بعروسته، ولو انه سابني وراح لها، بس ماشي تمام مفيش مشكله عادي ايزي. برضه البتاعه محتاجه تلطش شويه، السقف عندي فوق عالي أوي مش عارفه ليه. هو انا ليه كل ما انزلها يطلع ورايا برضه؟ مش مهم. يلا هنبدأ نتكلم عن مين. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يا جماعه عشان انتوا بتحبوا، بس انا عايزه اوحيدكم وانا بتكلم لو سمحتوا، يعني عشان انا بفيدكم معلومات قانونيه يعني على قد، يعني مش دارسه، انا مش دارسه حقوق، بس انا بفيدكم معلومات قانونيه من الخبره اللي انا كنت فيها. انا كنت في سويسرا زي ما انتوا عارفين انا كنت في سويسرا زي ما انتوا عارفين، فبقى عندي خبره، يعني بقيت اقعد يعني مع ناس مسجلين زي كده، ناس سوابق زي كده برضو، محابيس، يعني كنا القضايا دي كلها كانت بتعدي علينا يعني. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا. النهارده زي ما انا قلت لكم امبارح كان اول محاكمه لمداهم في قضيه المخدرات. زي ما انتم عارفين ان مداهم عنده 3 قضايا: مخدرات، ونشر فيديوهات خادشه للحياء، وغسيل اموال. شاكر عنده نفس الموضوع، مخدرات وغسيل اموال ونشر فيديوهات خادشه. سوزي عندها قضيتين: غسيل اموال ونشر فيديوهات خادشه، ما عندهاش مخدرات. طيب نقول كده بسرعه اللي كانوا قبل كده عشان طالما بنتكلم على كل البلوجرز. سوزي اتحكمت في نشر فيديوهات خادشه، خدت اول درجه حضوري سنه، عملت استئناف وهي محبوسه، وده حكم غياب حضوري ليها استئناف وملهاش معارضه استئنافيه، ليها استئناف وليها نقض، والنقض ده بيطول شويه يعني، فهي عملت استئناف عشان جنحه، يعني هي جنحه اقصى درجه في الجنحه 3 سنين، فهي خدت سنه اول درجه. في الاستئناف اللي هو كان من كام يوم الاربعاء تقريبا، نزل ل كان يوم الاربعاء نزل، كان يوم 24 نزل السنه، نزلت في الاستئناف ل6 شهور. هي المفروض تخرج، هي قضت منهم فتره تقريبا 4 شهور، ده 5 شهر، هي المفروض تخرج في شهر 1 سوري شهر 2 4/2 تقريبا. بس لو سوزي وهي موجوده، هي عندها قضيه غسيل اموال تم التحقيق فيها واحالتها للمحاكمه، يعني هي متحاله المحاكمه فيها بس لسه ما تحددلهاش جلسه. لما يتحدد لها جلسه، اذا تحدد جلسه لسوزي في قضيه غسيل الاموال وهي محبوسه لحد شهر 2، ف هتتحاكم وهي جوه. لكن لو خرجت ان شاء الله ربنا يكرمها وتخرج، لو خرجت في شهر 2 وجات لها القضيه من بره اللي هي واخده فيها، هي مش واخده فيها يعني، هي مش متقفله القضيه يعني، حتى مش واخده اخلاء سبيل، حتى لو كانت واخده اخلاء سبيل كانت تتبعها من بره، بس هي واخده اتحالت اوريدي، يعني اتحقق فيها واتحالت القضيه، تمام، مش واخده فيها اخلاء سبيل. اللي واخده اخلاء سبيل في قضيه غسيل الاموال هي هدير، لما دفعت كفاله، خارجه بكفاله على ذمه القضيه، وتحافظ على فلوسها، هدير عبد الرازق، و نورهان حفظي برضو خارجه بكفاله في غسيل قضيه غسيل اموال 5 مليون جنيه. اوكي بعرفنا سوزي. شاكر عنده قضيه غسيل اموال لسه ما اتحلش فيها، قضيه مخدرات خرج فيها باخلاء سبيل قبل كده، قضيه نشر فيديوهات خادشه. يبقى كده هو دلوقتي قاعد على ذمه قضيتين، في واحده خرج منهم ايه، يعني المخدرات اللي مداهم متحاكم فيها النهارده وخد 3 سنين، دي شاكر خرج منها اخلاء سبيل بس على ذمه القضيه برضه، مش معناها القضيه اتحفظت، على ذمه القضيه ممكن تتحفظ وممكن تنزل جلسه، اوكي، بس مش معناها القضيه لسه اتقفلت يعني. اتفضل قضيه نشر فيديوهات خادشه وقضيه غسيل الاموال. القضيتين دول هو كان عنده جلسه تجديد فيهم، تجديد حبس يعني قدام قاضي التجديد يوم الاربعاء اللي فات، يوم 24، نفس اليوم اللي سوزي اتحكمت فيه، يعني نفس اليوم اللي سوزي خدت فيه 6 شهور هو خد اخلاء سبيل. النيابه من حقها تستأنف على اخلاء السبيل زي ما انا قلت لكم، النيابه استأنفت على اخلاء السبيل في موضوع شاكر، على اخلاء سبيله يعني، بتستأنف في ساعتها النيابه قدام القاضي بتاع التجديد. لما استأنفت النيابه قدام قاضي التجديد
قبل قاضي التجديد الاستئناف بتاع النيابه، و حبس مين؟ حبس شاكر 45 يوم. المفروض دول اخر 45 يوم، المفروض بيتحال بقى في خلال 45 يوم دول للمحاكمه. ربنا ينجيه يا شاكر. مداهم بقى تالت واحد عنده غسيل اموال ومخدرات وغلاش فيديوهات خارجه. هو ما خدش اخلاء سبيل في حاجه، نزل في اول واحده اللي هي مخدرات. هو الحقيقه مداهم اول لما اتمسك قال انا المخدرات اللي معايا دي انا بشربها، اعترف، والتحليل طلع ايجابي. فاتعمل له حيازه بغرض التعاطي، مش حيازه بغرض الاتجار. وكويس انه خدت حيازه بغرض التعاطي دي جنحه، لكن حيازه بغرض الاتجار دي جنايه. لا انا المشاهدات قلت، انتوا كلامي مش عاجبكم ولا ايه؟ شدوا تكبيس ولا رحتوا عند كروان؟ انا عارفه فرح دلوقتي ما كانش المفروض اطلع دلوقتي. لا مش هروح فرح كروان يا جماعه، مش قادره والله، تعبانه، رجلي وجعاني. لا مش هروح، لا. نورهان كان عندها قضيتين، كان عندها 3 قضايا: نشر فيديوهات وغسيل اموال، ودول خرجت فيهم اخلاء سبيل على ذمه القضيه، وقضيه المخدرات كانت خرجت برضو فيها اخلاء سبيل، بس دي نزلت جلسه على طول. فاتحكم عليها، هي حضرت الجلسه فاتحكم عليها ب2 هي ليها استئناف لان دي جنحه لسه هتستأنف، هي بتمضي استئناف يومها. ممكن تحدد لها جلسه الاسبوع اللي جاي ولا حاجه، ممكن تاخد فيها سنه. بس برضو اذا اتحالت في خلال السنه دي في قضيه غسيل اموال او نشر فيديوهات خادشه، بتنزل الجلسه وهي مداهم. حاضر. مداهم النهارده كان اول جلسه ليه في تجاره المخدرات. انا الحقيقه كنت فاكره اللي اعرفه ان ما بتحكمش من اول جلسه، بيبقى في طلبات للمحامي، بيبقى في مثلا استكمال اجراءات بس واضح ان القضيه متقفله. يعني انا لما سالت حد هو ليه اتحكم عليه النهارده، قال القضيه خلصانه من زمان، متقفله. تمام، هو معترف والنيابه طلعت قبل كده، وقصدي الدفاع طلع قبل كده، فالقضيه خلصانه. فشكلكم رحت عند اسمه ايه؟ كانش المفروض اطلع دلوقتي، ده دلوقتي بتاع مداه بتاع كروان، ايه اللي طلعني دلوقتي؟ ماشي. فانا هطلع بالليل تاني بقى، طالما اللايف بقى كده هطلع بالليل. ماشي. المهم بعد الفرح بقى الساعه 12، ولو انا مش عارفه اخلص الفرح الساعه كام. تعرفش الفرح ده يخلص الساعه كام؟ تعبك يا معميع. مداهم النهارده اخد 3 سنين في حيازه مخدرات بغرض التعاطي. هو اعترف، وهو التحليل بتاعه طلعت ايجابيه ان هو بياخد، وكويس انها تعاطي مش اتجار، هتبقى جنايه. فخد النهارده 3 سنين. ليه استئناف يا جماعه؟ من حقه ان هو يستأنف، هيمضي الاستئناف النهارده، ممكن يكون موضوعه في المحكمه، بيمضي الاستئناف، بينزل بعدها باسبوعين جلسه. الحكم بينزل، يا بيتأمم ما بيزيدش الحكم، بيتأمم. هو اداله اقصى عقوبه في الجنح، هيا فولا حاجه كده. بحبك يا وداد، حلو كده. محلفاني بتقولي والنبي قولي بحبك يا وداد، بحبك يا وداد. سيدي الغندور. يلا يا جماعه شدوا تكبيس واشتركوا في القلب البرتقالي. تروحوا عند كورونا ولا ايه؟ حبيبتي ميرسي. انا قلت سوزي بقى يا جماعه. فمداهم النهارده اتحكم عليه يا جماعه. انا ما كنتش متوقعه خالص حكم، بس سالت يعني حد يعني خبره في القانون، قال لي هي القضيه طالما متقفله بيتحكم على طول، كل الاوراق مستوفاه قدام القاضي. فاتحكم عليه النهارده ب3 سنين في حيازه مواد مخدره. انا بحبك فولا اوكي. اوتاكا وهدير النهارده. فاكرين لما قلت لكم ان هدير لما اتمسكت الاول هي واوتاكا سعيد الغندور كان ليهم الاول فيديوهات ما تحاسبوش عليها. يا سعيد ما تحاسبوش على الفيديوهات اللي في الاول، ما تحاسبوش عليها. يعني هي ما خدت، هي واخده سنه وهو واخد 6 شهور في مخدرات. هي واخده سنه في نشر فيديوهات خارجيه، مش الفيديوهات اللي كانت معاه في الاول، في الفيديوهات بتاعت اللي مسكت فيها الملابس الداخليه بتاعت الست وكانت بتعرضها. سعيد الغندور المفترس يبعت ايس كريم. فهي ان هم النهارده كان لهم جلسه في فيديوهات تاني بقى اللي كانوا بتسالوا فيها من اسبوعين. القضيه اتحلت بسرعه،
كان لهم جلسه النهارده. انا فوجئت الحقيقه انهم كان لهم جلسه النهارده. اتحالت بسرعه القضيه بتاعتهم. و في بتاعت نشر فيديوهات خارجه. الفيديوهات التانية اللي هي كانت ماسكه فيها التليفون بتصور نفسها، اللي كانت بتثبت التليفون على الرينج لايتس على الستاند، هي دي اللي كانوا بيتحكموا فيها النهارده. دي اتهموا بانهم بيصوروا وبينشروا. اتأجلت للحكم يوم 24 يناير قبل ثورة 25 يناير بيوم. هيحكموا عليهم فيهم. ايوه الفيديوهات السيكو سيكو يا عم. ماشي. لا انا والله ما شفتش الفيديو، حرام ما شفتش الحاجات دي، شفت صور بس. في ايه تاني؟ دول اللي كانوا المحاكمات بتاع النهارده. بقولنا مداهم 3 سنين والاستئناف في مخدرات، لسه عنده قضيتين، فيديوهات خادشة وغسيل اموال. شاكر عنده غسيل اموال وفيديوهات خادشة، والمخدرات اللي اتحاكم فيها مداهم النهارده هو خد فيها اخلاء سبيل. وسوزي عندها اللي اتحكمت في فيديوهات خادشة اللي كانت سنة وبقت 6 شهور، وعندها لسه غسيل اموال. نورهان حفظي اتحكمت في المخدرات 2 سنين، لسه ليها استئناف تنزل سنه، وغسيل اموال خارجه فيها. وهدير عبد الرازق عندها، وهدير واوتاكا الاثنين عندهم غسيل اموال. ايه تاني؟ ما حد يروح يطمن على اسمه ايه، على كروان. طبعا كله فاتح هناك دلوقتي. ما انا قلت شاكر بقى يا جماعه. لا انا ما دخلتش المحاماه، بس انا بقيت يعني من انا كنت في سويسرا بقيت خبره، فبقيت اعرف الحقيقه. لا هدير واوتاكا ما اتحكموش النهارده. هي واخده سنه في نشر فيديوهات خارجه، الاعلانات بتاعه الاندر اللي كانت عامله قبل كده للستات يعني سوري، وهو واخد 6 شهور في مخدرات. هم نزلوا النهارده في قضيه جديده كان بيتحقق في اللي قلت لكم امبارح. هو قاعد في اوضه بيتحقق معاه وهي قاعده في اوضه، وكلاء النيابه بيسالوهم، فهو بيعترف عليها وهي بتعترف عليه، تقول له هو وهو بيقول لا دي هي. دول هم 2 اتحالوا فيها النهارده، كان ليهم جلسه وحضروا على فكرة. واتأجلت لنطق بحكم يوم 24 يناير. هياخدوا حكم. ربنا يستر بقى على الجميع. ايه تاني؟ بس اوشا خد براءة النهارده في نشر فيديوهات خادشة. اول حد يطلع ياخد براءة، يعني هو خد براءة. وممك خدت 6 شهور مع ايقاف التنفيذ، ومساجدة خدت 2 سنين. اوتاكا لسه ما اتحكمش فيها. هدير اتحكمت في 1 سنة، واللي كانت نازله فيها النهارده اتأجلت ل 24. مداهم لسه ما اتحكمش فيها، اتحكم في مخدرات النهارده 3 سنين. سوزي اتحكمت فيها، خدت سنة ونزلت 6 شهور في الاستئناف. شاكر لسه ما اتحكمش فيها. لما لكم الطم كل في حد تاني السلام عليه. عليا قمر عندها قضيه نشر فيديوهات خادشه، كان ليها جلسه هنا من 2 شهرين، بس المحامي بتاعها طلب باحالتها الاختصاص. احالتها الاختصاص دي يا جماعه مش دي الدايره محل اقامتها، حالها تقريبا لطنطا، هي ساكنه هناك يعني محل اقامتها طاقتها يعني، فاتحالت لي هناك طنطا دمياط حاجه كده مش عارفه هي منين. دي اتحالت فيها الاختصاص، يعني راحت هناك القضيه تروح، يعني هي هتتحاكم هناك مش هنا محل اقامتها. على فكره مش في القاهره للعلم، بس بحيره طنطا حاجه كده انا مش عارفه والله فين. انا دايره في كله. امال ايه؟ انا بحب اعرف الحاجات دي. بس كبسوا بقى يلا. انا قلت لكم على كل حاجه اهو. قلت لكم على مكه ومساجده ونورهان حفظي واوشا خد براءه. اوشا الوحيد اللي خد براءه النهارده. ما اعرفش اوشا عنده غسيل اموال ولا لا. مريم خد 3 سنين ليه استئناف، ممكن ينزل فيهم ل2 سنين كده في الاستئناف او سنه، بس هي مشكله قضيه غسيل اموال، ولسه عنده نشر فيديوهات خادشه، ده اتحكم في المخدرات بس. شاكر عنده 3 لسه ما اتحكمش، بس فيهم مخدرات دي خد فيها اخلاء سبيل، والاثنين التانيين دول كان خد فيهم اخلاء سبيل في يوم الاربعاء اللي فات، بس النيابه استأنفت على اخلاء السبيل فرجع تاني خد 45 يوم. هرمكم من حاجه مخليها نفسكم بحاجه. كبسوا بقى يلا. شدوا تكبس.
كروان حبيب قلبي بيتجوز النهارده، مش قادره اصدق، سابني وراح يا هوا، كل جراح في الهوا سابني، تعبت وهو ارتاح يا هوا. الداعمين راحوا فين النهارده؟ حتى لابسه مطقمه وكرسي جديد. لا انا مش رايحه الفرح، سبت الداعمين ليه النهارده بقى يظبطوه. توقعاتي هياخد كام سنه؟ مين اللي هياخد كام سنه؟ مين؟ سلمى الشهابي؟ ما اعرفش يا جماعه سلمى الشهابي مين اللي هياخد كام سنه. اوتاكا وهدير في نشر الفيديوهات سنه، هو عنده 6 شهور في مخدرات، سنه، مش هتزيد عن سنه، ممكن حتى تبقى 2 وتنزل في استئناف لسنه، وهي واخده سنه قبل كده. انتوا يا جماعه المشكله مش في الفيديوهات الخارجه خالص، ولا المشكله في المخدرات، لان هم اللي اتحكموا في المخدرات نورهان حفظي ومداهم، هي خدت 2 وهو خد 3 سنين، دي جنح ليها استئناف، اللي هو بعد الحكم باسبوعين عاده بيبقى الاستئناف، ما بتبقاش الجلسه بعيده يعني، بينزل بقى الاستئناف، يعني ممكن تاخد لها سنه مثلا نورهان، او 6 شهور في المخدرات. اوتاكا واخد 6 شهور مخدرات. المشكله مش في الجنحه، انتوا مركزين لي المصيبه الكبرى في الجنايه غسيل الاموال، دي المشكله يا جماعه. غسيل الاموال دي نصيبه سودة 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 سودة. لا